كان يا مكان ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. في قرية صغيرة بين الزرع والهوى الحلو كانت عايشة بنت لطيفة اسمها سكر. كانت بتحب الكتب وبتحب تحكي حكايات ودايماً بتسأل وتدور ورا كل حاجة غريبة. جوه أوضة سكر كان في صندوق خشب قديم شكله جميل بس مقفول بقفل معدني غريب. الصندوق ده كان من تركة تيبة الله يرحمها، وسكر دايماً كانت تتمنى تعرف إيه جواه. في يوم من الأيام وهي بتلعب في الجنينة ورا البيت رجليها خبطت في حاجة صغيرة مدفونة في الطين. نفضت التراب ولقت مفتاح ذهبي صغير متزين بوردة محفور عليه. سكر لمعت عينيها وقالت: ياه، يمكن ده المفتاح اللي بيدور عليه الصندوق. جريت بسرعة على أوضتها وحطت المفتاح في القفل، وفجأة طق، الصندوق اتفتح وخرج منه نور خفيف كده عامل زي نور الشمعة بس فيه سحر. جوه الصندوق ما كانش فيه دهب ولا لعب، كان فيه خريطة قديمة مرسومة بإيد وعليها كلمات مكتوبة بالحبر: طريق النور بيبدأ من باب ال7 شجرات. قالت سكر لنفسها: يعني في مغامرة؟ طب ما نجرب. تاني يوم الصبح لبست سكر جاكيتها وخدت الخريطة وخرجت من البيت من غير ما تقول لحد. عدت على الجسر وبعديها على الترعة لحد ما وصلت لمكان غريب في الغابة. فعلاً 7 شجرات ضخمة واقفين جنب بعض زي الصف، وبين شجرتين منهم كان في باب خشب صغير مدفون وسط الفروع. مدت سكر إيديها وفتحت الباب بهدوء. لقت نفسها في حتة شكلها مش طبيعي، السما لونها بنفسجي والعصافير بتتكلم والدنيا كلها فيها ريحة ورد وشوية سحر كده في الهوا. وساعتها ظهر لها سنجاب صغير لابس طاقية حمراء وقال بصوت رفيع: أهلاً بيكي يا سكر، إحنا كنا مستنينك. اتخضت وقالت له: أنت بتتكلم؟ وإزاي عرفت اسمي؟ ضحك السنجاب وقال: أنتي اللي معاكي المفتاح العجيب، المفتاح اللي هينقذ دنيتنا من الضلمة. مشيت مع السنجاب وسط الغابة لحد ما وصلوا لبحيرة كبيرة في وسطها زهرة ضخمة بس كانت ذبلة وبتنطفي شوية بشوية. السنجاب قال: الزهرة دي بتنور عالمنا، لكن من وقت ما الناس بقت بتنسى الطيبة والحب النور قل ومفيش غيرك يقدر يرجعه. سكر قالت له: طب أعمل إيه؟ أنا لسه صغيرة. رد السنجاب وهو بيضحك: اللي جوه القلب مش صغير، انتي محتاجة تساعديه اللي حواليكي وتفكريهم إن الخير دايماً بيرجع نور. وابتدت سكر تمشي في العالم السحري ده وتساعد أي حد محتاج. لقت أنفذ وحيد قاعد لوحده متضايق، قعدت جنبه وشجت له حكاية خلته يضحك. شافت سلحفاة مش قادرة تشيل شنطتها فساعدتها توصلها لبيتها، وكل مرة كانت بتعمل خير كانت الزهرة تنور شوية وتفرد وردها وتنشر نور أكتر. وفي آخر يوم رجعت عند البحيرة والزهرة كانت منورة زي الشمس، والسنجاب قال لها: مبروك يا سكر، انتي فكرتينا قد إيه الطيبة بتغير كل حاجة. فجأة لقت سكر نفسها رجعت تاني من الباب الصغير للجنينة اللي ورا البيت، بس المرة دي المفتاح الذهبي كان في إيدها وبينور شوية. ضحكت وقالت: أنا كنت فين ده؟ حلم ولا سحر؟ ومن ساعتها سكر بقت دايماً تساعد اللي حواليها وتقول لأي حد: لو معاك مفتاح الخير ما تخبيهوش، افتح بيه أبواب السعادة حوالين الناس. تصبح على خير واحلم، يمكن تلاقي وراك عالم من النور.